يا صباح الخير، يا مساء السعادة في أي وقت تشوف الفيديو. النهاردة هنعمل الحجازية الاسكندراني. شوفوا كده حاجة في منتهى الروعة، ما شاء الله، حاجة تحفة وحاجة جميلة، حاجة كده تستاهل بقكم. أحلى من الجاهز وأطعم وألذ من الجاهز بكتير وبمراحل. شوفوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. شوفوا حاجة حلوة كده وحاجة رائعة. يلا بينا كده نسمي الله ونقول مقاديرنا. دي نص كوباية من المية، وعليها ربع كوباية من السكر، ودي معلقة كبيرة من الخميرة. نقلبهم كده كويس مع بعض تقليبة حلوة كده، ونسيبهم لغاية ما يتفاعلوا مع بعض. نغطيهم كده ونسيبهم على ما نجهز بواقي الحاجة التانية. نجيب كده كوبايتين من الدقيق، وادي كمان عليهم كوبايتين من الدقيق السميط او دقيق السمولينا اللي هو بتاع البسبوسة. يبقى كوبايتين من دول وكوبايتين من دول. هنقلبهم 2 من الدقيق العادي و2 من السمولينا. نقلبهم كده كويس مع بعض، علشان يتجانس كده الدقيق بتاع السمولينا ودقيق اللي هو اي نوع دقيق من بتاع الحلويات، اي نوع دقيق بتاع جميع الاغراض. قلبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنجيب كوباية كده من الزبدة البلدي، عليها تجيبي سمنة، اي نوع سمنة من عندك نجيبه. ادي كوباية وادي نص كوباية كمان، يبقى كوباية ونص من السمنة او الزبدة او اي نوع عندك. انا طبعا حطيت عليهم شوية زيت، حطيت ربع كوباية زيت عليهم. يعني انا حطيت كوباية وربع من السمنة، عندك زبدة عندك سمنة تعمليها بيها، وحطيت ربع كوباية زيت، يبقى كل السوائل بتاعتنا اللي هي الزيت او السمنة كوباية ونص. هنقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغاية ما يختفي دي خالص ويتجانس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. نجيب بقى الخميرة بتاعتنا كده، ونبدأ نسمي الله ونعجن بالطريقة اللي انتي شايفاها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي يا قمر، انا اسمي اميرة المسلماني. ما تنسينيش في اللايك الجميل بتاعك والشير عشان كل جديد يوصلك مع اميرة المسلماني. طبعا انا حطيت ربع كوباية كمان، يبقى النص كوباية من اللي هو انا حطيت فيهم الخميرة، واخدنا كمان ربع كوباية من المية، يبقى كوباية الا ربع. اللي انا اخدتهم كلهم كوباية الا ربع من المية. بقت العجينة جاهزة معايا بالشكل ده. هنلفها بستريتش راب ونسيبها كده شوية اما تخمر شوية، مش هتخمر اللي هي العجينة كده، بس العجينة ترتاح معاكي شوية. نجيب طبعا الحشوة بتاعتنا. ادي كوباية، تمام، وادي كمان كوباية، يبقى كوبايتين من دقيق السمولينا او اللي هو دقيق البسبوسة. ادي كوبايتين. نجيب عليهم كمان كوباية من السكر. ماشي، يبقى حطينا كوبايتين من دقيق السمولينا والكوباية من السكر وباكت من الفانيليا على حسب الرغبة. عايزة تحطيه اوكي، مش عايزة تحطيه بلاش. نجيب كمان معلقتين من الكاكاو. انا يعني في ناس بتحط الكاكاو وفي ناس مش بتحط الكاكاو، بس الكاكاو مع القرفة بيدي تيست خطير خطير خطير. في ناس بتحط القرفة بس، انا حطيت معلقتين برضو من القرفة. لو انتي مش حابة ان انتي تحطي كاكاو او كده مش مهم، بس انا بحب الكاكاو مع القرفة، بيبقوا طعمهم الاتنين تحفة. هنقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا زي ما قلتلك، لو عايزة تستغني عن الكاكاو ما فيش مشكلة، استغني عن الكاكاو وحطي 3 معالق قرفة بدل المعلقتين. هحط كمان 3 معالق من الزبدة او السمنة البلدي، ونقلبهم برضو بالشكل ده.
نجيب كوباية بقى من المية ونحط حبة حبة كده ايه. انا عايزة العجينة دي زي ما انتي شايفاها كده مفرولة، مش عايزاها تبقى عجينة عجينة ولا ناشفة، تبقى عاملة زي الرملة كده. شفتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده؟ انا قلبتها بقت ايه شبه الرملة كده. نركنها على جنب بقى ايه، تكون عجينتنا خمرت شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي الخمران بتاعها مش خمران بس بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ارتاحت وبدأت العجينة اهي خمرانة زي ما انتوا شايفين. هنقسمها طبعا نصين، ادي نص وادي نص، علشان نفرد نص فوق ونص تحت عشان الحشوة دي هتبقى في النص. تمام تمام. نجيب طبعا ايه اي عايزة تحطيها في الصينية كده بالشكل ده. انا جبت الصينية المربعة دي، شوفي انتي عايزة تعمليها في صينية مدورة صينية مربعة زي ما تحبي. ممكن انتي تحطي النص الاولاني وتفرديها في الصينية عادي، ما فيش مشكلة. تمام تمام. عندك الورق الزبدة ده هتفرديها عليها واحدة بالشكل اللي انتي شايفاه من ده. تحطي واحدة من فوق واحدة من تحت، وافردي بقى ايه بالشكل اللي انتي شايفاه ده. عايزة تحطيه على طول النص في الصينية وتفرديها بايديكي الجميلة دي، افرديها زي ما تحبي. انا اهو فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ بقى نحط النص ده في الصينية. بسم الله. ادي الحتة دي زيادة، شوفي خدي على قد الصينية كده. نحط كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي اهي الصينية ناخدها ازاي. استنوا كده معايا، نقلب الصينية والزيادة ننزلها. قلبتها كده بسم الله الرحمن الرحيم. الزيادة دي ناخد نكمل بيها الحتة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه نشيل الزيادات كده وكملي بيها حتة فاضية، حتة كده ولا كده، كملي بقى فيها وفردي برضو اهو. بسم الله. ادي كده فردناها، ونجيبه بقى ايه الحشوة بتاعتنا. نزلي بايديكي، ما بصي ايديكي نضيفة، انا بحب اشتغل بايديا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفردها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. فردناها كده، ونجيب بقى النص التاني برضو انا فردته. تمام تمام. نقلب كده بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض برضو واحدة واحدة. بسم الله. اوبا. ولا يهمنا، احنا ما يهمناش حاجة، احنا نكمل من هنا ونقطع الحتة دي نكمل بيها من الناحية التانية، ولا يهمنا اي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة كده الحجازية الجميلة، حاجة كده في منتهى الجمال. نجيبه بقى الشوكة كده ونشكل الشكل اللي احنا دايما بنشوفوه في الحجازية الجاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكلي شكلي زي ما تحبي، بس اهم حاجة ان انتي تخرمي الايه العجينة من فوق كده، علشان العجينة ما تسيبش الخلطة بتاعتها وتبقى قبل فوق كده. لا، لازم تخرميها كده علشان ايه ما تقبش لفوق. بسم الله. وادي الشكل الجميل بتاعنا، شكلتها بالشكل ده، وهنعملها كده بالشوكة علشان ايه زي ما قلت لكم ما تقبش لفوق اهي. وادي الحجازية بتاعتنا جاهزة. وطبعا انا مسخنة الفرن من الاول على 180 او 200 درجة على حسب الفرن بتاعك. وادي الحجازية، يا جماله يا جماله. بسم الله ما شاء الله. شوفوا الجمال، حلوة وريحتها تحفة. بسم الله ما شاء الله. نرصها كده في الطبق بتاعنا. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة القرفة مع الكاكاو قلب ريحة الدنيا، ريحتها حلوة قوي قوي قوي. بصوا الجمال بقى، بصوا الطعم كان تحفة، احلى من الجاهز بكتير ما شاء الله. طبعا انا قطعتها
اللقطة اللي كنت بقطع فيها راحت مني الحتة دي، بس انتي طبعا ايه قطعيها بالشكل اللي انتي تحبيه. بصوا الجمال ما شاء الله، حاجة في منتهى الروعة وحاجة حلوة قوي قوي. يلا خديها بقى الصبح تعمليها مع النسكافيه الجميل بتاعك كده، ولا القهوة تفطري بيها، ولا بالليل كده برضو مع النسكافيه في العشاء كده، ولا الشاي بحليب. الله 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 الله، حاجة كده في منتهى الروعة. بصي بصي الجمال، احلى من الجاهز بكتير. يلا قومي، قاعدة مستنية ايه؟ يلا قومي هاتي المقادير واعملي احلى حجازية اسكندراني. يا رب تكون الطريقة كده عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم كده على خير مع وصفة جديدة، واتمنى كل اللي بعمله يكون بيعجبكم. شوفوا الحلاوة. يا رب تكون الطريقة بتاعت الحجازية عجبتكم. اشوفكم على خير كده يا قمر كده، وانتم متمتعين بالصحة والعافية والخير. يا رب كده تكون الطريقة عجبتكم. اشوفكم على خير في وصفة جديدة مع أميرة المسلماني. مع السلامة.